السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل فيه كبدة على طريقتي، جميلة جدا والطعم والله بجد تحفة. اتمنى تجربوا الوصفة وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. هنا حاطين طاسة على النار بتسخن وهنحط فيها حبة زيت حلوين، يعني مش معلقة ولا اتنين، لا حبة كده حلوين. وبعد كده معانا اللي هي بتاع الخروف دي، لو مش موجود خلاص، بس بجد بتدي طعم جميل جدا للكبدة و... وريحة كمان. هنقلبها نسيبها تتقلب. هنحضر في طبق تاني معلقة توم مفروم، عليها معلقة كزبرة، عليها معلقة كمون. الكبدة ما بيتحطلهاش فلفل اسمر. تمام. هننزل بيهم بقى كده، اول ما نحس او نشم ريحة التوم كده طلعت علينا، هننزل بمعلقة كبيرة خل، مش اكتر من كده. بجد بجد الطريقة دي جميلة جدا وجربوها واكتبولي يعني رأيكم فيها. انا بالنسبة لي جميلة جدا، وكل ما بعمل كبدة بعملها بالطريقة دي. هنقلبها كده مع بعض ونروح نازلين بمعلقة كبيرة من الخل. الريحة بقى بتاعتها شايفين بتبدأ تطلع بجد تحفة. الطشة اول ما الخل بينزل بيعمل طشة كده فظيعة، بتطلع كل الروايح بتاع التوابل. هننزل بقى بالكبده ونسيبها الاول كده، ما نقلبهاش لحد ما نحس ان هي شمعت كده، وبعد كده نبدا ان احنا نقلب فيها. كميه الكبده بقى اللي انتوا تحبوها. انا كان معايا نص كيلو من الكبده، عايزين تكتروا ماشي، عايزين تقللوا ماشي براحتكم برضو. قلبتها كده. هي دلوقتي خلاص دخلت على مرحلة اللي هي النص السوا، يعني لسه مستوتش برضو اللي هو السوا الكافي. هننزل بقى. الحركة دي اختياري، اللي مش بيحب البصل في الكبدة بلاش، بس انا بالنسبة لي كان بصل دايب كده ومكرمل معاه كان جميل. حابين بقى تحطوا ماشي، انا حطيت برضو معاها فلفل حراق اهو هنزل بيه. مش حابين يعني في ناس ما بتحبش الحراق، فيكوا تستغنوا عنه، يعني تحطوا اللي هو الرومي اللي هو مش حراق. بس هي الكبدة يعني فلفل يعني حراقة، هي الكبدة ما بتاكلش بصراحة الا كده. هنقلبها كده كلها كده مع بعضيها كويس جدا. شايفين البصل اصلا داب كده خالص، والكرمل مع الكبدة برضو مديها طعم جميل جدا جدا. بتمنى بس ان انتوا تجربوا البصل، اللي ما عملاش قبل كده ببصل جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. هنقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضيه. شايفين الشكل فظيع، جميلة جدا بجد. انتوا حابين بقى تقدموها مع عيش، انا برضو قدمتها مع عيش، اللي عايز يعملها فينو عادي براحتكم برضو. هنا هي سبتها تبرد وجنبية العيش والطحينة برضو، يعني انا بحب جدا الطحينة مع الكبدة. واللي حابب برضو مش بيحب الطحينة، يعني في مخللات برضو يقدم جنبها مخلل، وسلطة زي ما انا عملت برضو، اللي حابب يحط عليها برضو سلطة. هنحط بقى كده في الساندوتش، يعني بلاش نقطع العيش، لا هو احنا نتنيه كده ونحط فيه. بلاش ان احنا نقطع الرغيف مثلا نصين، لا نتني كده الرغيف ونروح حاطين في قلبه كده. شايفين الشكل؟ هنعمل كده واحد تاني بالشكل دي ده. هنملاها كده. هنعمل واحد تاني اهو، شايفين؟ نفتحه كده ونروح مدخلينه لجوه، ونعبي بقى الكبده براحتنا. بعد كده هنعمل اللي هو شكل كده، هنرش عليه طحينة للناس اللي بتحب الطحينة، وقدمت معاه سلطة. اتمنى بقى ان الوصفة دي يعني تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها يعني وتكتبوا لي في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا لي اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.